السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بك يا بطل في تكملة الدرس الثاني والجزء الثالث معانا النهارده باذن الله. والنهارده كمان هنخلص لك الدرس الثاني، يعني ده الجزء الثالث والجزء الاخير من الدرس الثاني باذن الله، اللي هو بعنوان التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. عايزك كده تركز معايا في الجزء ده لانه جزء مهم برضو، وان شاء الله يجي في الامتحان زي الجزء اللي فات بالظبط. يعني انت يعتبر عندك من اول ما ذكر كلمه عجله في الدرس ده، وده يعتبر الجزء الاهم في الدرس. فكده على كده تركز معايا في الحصه دي كويس جدا وتصحصح لي كده، ولو انت ما شفتش الحصص اللي فاتت روح شوفها الاول، بعد كده يلا تعالى اما نكمل الدرس التاني. تعالى كده نمسك القلم بتاعنا. احنا خدنا المره اللي فاتت ايه يا مستر؟ خدنا ان احنا كان عندنا حاجه اسمها العجله، ومعنى كلمه عجله معناها تغير في السرعه، معناها تغير في السرعه. فقال لك بص، لو انا دلوقتي سرعتي بتتغير بانتظام، سرعتي بتتغير بانتظام، يعني مثلا عمال ازود في السرعه، مثلا عمال ازود في السرعه 5 ماشي في 5 في 5 في 5، عمال ازود ايه سرعتي. يعني انا مثلا كنت ماشي مثلا، تعالى كده ندي مثال، كنت ماشي مثلا بسرعه 5 ماشي، بعد كده زودت 5 كمان بقيت ماشي بسرعه 10 متر في الثانيه مثلا، زودت تاني بقيت ماشي بسرعه 15، بقيت ماشي بسرعه 20. لو انت ملاحظ انا عمال ازود السرعه بانتظام، عمال ازود السرعه بانتظام، يعني انا بغير في سرعتي بس بزودها بانتظام، بس بزودها بانتظام. فقال لك ساعتها بيطلع مصطلح عندنا اسمه مصطلح العجله المنتظمه، اسمه مصطلح العجله المنتظمه. احنا قلنا ان معنى كلمه عجله معناها تغيير في السرعه. طب لو انت بتغير سرعتك بانتظام ساعتها يبقى اسمها عجله منتظمه، ساعتها يبقى اسمها عجله منتظمه. طب انا ممكن اغير في سرعتي بطريقتين، اما بالزياده زي بالمنظر ده، او بالنقصان. يعني مثلا لو انا كنت ماشي على 20 هخليها 15، شويه اخليها 10، شويه اخليها 5. يعني انت ممكن تغير في سرعتك اما بالزياده او بالنقصان، يعني اما ان انت تقلل في سرعتك، اما ان انت تقلل في سرعتك. فقال لك في الحالتين اذا سواء زياده او سواء نقصان، قال لك ساعتها بيكون اسمها عجله منتظمه، ساعتها بيكون اسمها عجله منتظمه، يعني بتغير سرعتك بانتظام، بتغير سرعتك بانتظام. فقال لك العجله المنتظمه هي العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. يعني انا بغير السرعه بمقادير متساويه بنفس الطريقه في ازمنه متساويه، في ازمنه متساويه. يبقى بص، فاكر لما انا كنت بشرح لك السرعه كان مسافات ماشي وازمنه، قال لك طب العجله هنا لا، ده سرعه وازمنه، سرعه وازمنه، فلازم تربط كله ببعضه وتكون كده بصحصح معايا. فلما يجي يقول لك لما تغير سرعتك بمقادير متساويه في ازمنه متساويه وسكت ولا قال زياده ولا قال نقصان، يبقى ساعتها تقول عجله منتظمه، ساعتها تقول عجله منتظمه. قال لك العجله المنتظمه عندنا كم نوع منها؟ انا لسه قايل عندنا منها نوعين، عندنا منها نوعين. اما لو انا زودت في سرعتي تبقى اسمها عجله منتظمه ايه لفوق، يعني انا بزود موجبه اسمها عجله منتظمه موجبه، زي انا بزود في سرعتي هنا مثلا. طب لو انا بنقص في سرعتي عمال اهدي السرعه وادوس فرامل كده وهدي واحده واحده، ساعتها يبقى اسمها عجله منتظمه سالبه، ساعتها اسمها عجله منتظمه سالبه. يبقى انت لو زودت في السرعه اسمها عجله منتظمه موجبه، طب لو نقصت في السرعه اسمها عجله منتظمه سالبه. على ما اظن الموضوع ما فيش اسهل منه حرفيا. انا هنا بزود السرعه بانتظام. يقول لك العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد، اهم حاجه الكلمه دي عملها لك بالاحمر اهي، عندما تزداد سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. يعني السرعه بتزداد بانتظام، السرعه بتزداد بانتظام. قال لك طب هنا السرعه هنا ايه اللي بيحصل لها؟ قال لك هنا بقى العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. يعني السرعه بتقل بانتظام، السرعه بتقل بانتظام. هنا السرعه بتتغير وهنا السرعه بتتغير، فهنسميها عجله ماشي. طب تعالى كده نكمل. طب هنا السرعه بتتغير بانتظام وهنا السرعه بتتغير بانتظام، فهنسميهم الاثنين عجله منتظمه. هنا السرعه بتتغير بانتظام بس بالزياده، عمال تزود في السرعه، يبقى لما تزداد السرعه فاسمها عجله منتظمه موجبه. قال لك طب هنا العجله بتتغير بانتظام بس بنقص السرعه، يبقى اسمها عجله منتظمه سالبه، يبقى اسمها عجله منتظمه سالبه. عندي النهارده 3 تعريفات اهم من بعض لازم تعرف تفرق ما بينهم، ولا ذكر زياده ولا ذكر نقصان، وذكر سرعه بتتغير بمقادير متساويه في ازمنه متساويه، يبقى اسمها عجله منتظمه. واسكت لو قال لك دلوقتي ان في زياده في السرعه يبقى اسمها عجله منتظمه موجبه. طب لو قال لك ان في نقص في السرعه يبقى اسمها عجله منتظمه سالبه. عايز اقول لك على حاجه كمان ممكن يجي يضحك عليك بيها، ممكن يقول لك ان دي اسمها عجله منتظمه تزايديه، تزايديه صح برضو. طب ممكن دي يجي يقول لك عليها عجله منتظمه تناقصيه، عجله منتظمه تناقصيه. في حاجه صعبه؟ لا.
قال لك طب تعالى كده، العجله هنا المقدار بتاعها دايما هيطلع موجب، دايما هيطلع موجب، دايما المقدار هنا هيطلع بالموجب. يا باشا انت بتزود في السرعه، عمال تدوس بنزين اكتر، تزود في السرعه اكتر، فساعتها الرقم هيطلع بالموجب. طب هنا الرقم دايما هيطلع بالسالب، الرقم دايما هيطلع بالسالب. يعني انت في المسائل وانت بتحسب لقيت الرقم في الاخر طالع لك موجب، والله هتقول له عجله منتظمه موجبه. لقيت الرقم طالع لك سالب، هتقول له دي عجله منتظمه سالبه، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طب ماشي، طب تعالى كده نكمل. لو انا بقول لك دلوقتي ان انا ماشي بعجله منتظمه موجبه، يعني انا كنت ماشي بالراحه وعمال ازود في السرعه، عمال ازود في السرعه، عمال ازود في السرعه، فسرعتي النهائيه هتكون كبيره. طب السرعه اللي انا ابتديت بيها كانت صغيره، فالسرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه. يعني عين 2 اكبر من عين 1، عين 2 اكبر من عين 1. يعني بق البط ده هيتفتح ناحيه مين؟ ناحيه عين 2. يعني عين 2 اكبر من عين 1، يعني عين النهائيه اكبر من عين الابتدائيه، يعني السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه. دي ركز فيها، ودي مش عايزك تحفظها، المعلومه دي مهمه جدا جدا جدا، مش هتحفظها انت بتفهمها. بص، عجله منتظمه موجبه، تاني عجله منتظمه موجبه، انا عمال ازود في السرعه، عمال ازود في السرعه. فمعنى كلمه زياده في السرعه ان انا السرعه اللي انا وصلت لها الاخيره اللي هي السرعه النهائيه دي عاليه جدا، سريعه جدا، صح ولا لا؟ فالسرعه النهائيه كبيره. طب تعالى، انا كنت بادئ بسرعه قليله، فالسرعه الابتدائيه قليله، فقال لك كده السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه، السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه. فعين 2 اكبر من عين 1، عين 2 اكبر من عين 1. لو انت حبيت ترسم رسم بياني للمنظر ده، واصلا الدرس بتاعنا اسمه التمثيل البياني للحركه في خط مستقيم، معظمه رسومات بيانيه، وخدنا الرسومات في الحصص اللي فاتت. تعال اما نكمل على الرسومات. قال لك لو انت حطيت هنا سرعه وزمن، سرعه وزمن، يبقى انا بتكلم عن عجله، بتكلم عن عجله وخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل كده. بص، السرعه عماله تزداد بمقادير متساويه، فدي اسمها عجله منتظمه موجبه، فده شكلها. يبقى لما يجيب لك في الاختيارات المنظر ده عين وزين، يعني سرعه وزمن، دي عجله منتظمه موجبه، نفس المنظر ده عجله منتظمه موجبه. قال لك طب تعالى بقى ننقل على العجله المنتظمه السالبه، واللي هي تتناقص فيها السرعه، تتناقص فيها السرعه، دايما قلنا بتكون سالبه. طب تعالى بقى، انا كنت ماشي سريع جدا، كنت ماشي سريع جدا، واحده واحده عمال اقلل في سرعتي، عمال اقلل في سرعتي، عمال اقلل في سرعتي، فالسرعه النهائيه بتاعتي قليله جدا. طب السرعه الابتدائيه كانت عاليه، فساعتها عين 1 اللي هي السرعه الابتدائيه اكبر من عين 2 اللي هي السرعه النهائيه، فهنا عين 1 اكبر من عين 2. بالله عليك، بالله عليك، المعلومتين دولت اوعى تحفظهم، المعلومتين دولت عايزهم فهم، ماشي؟ انت اللي بتمثلها بدماغك كده زي ما انا مثلتها دلوقتي، هتعرف تحلها باذن الله، صح؟ طب ماشي. قال لك الرسم البياني بتاعها عامل ازاي العجله المنتظمه السالبه؟ انت كنت سرعتك عاليه جدا، عماله تقل بانتظام، عماله تقل بانتظام، فمنظرها عامل كده، شكل العلاقه العكسيه مثلا، منظرها عامل كده، فده منظر العجله المنتظمه الموجبه، وده منظر العجله المنتظمه السالبه. لما يقول لك كلمه عجله يبقى تحط سرعه وزمن، يبقى تحط سرعه وزمن. طب تعالى نكمل. انا قلت لك ان معنى كلمه عجله معناها تغير في السرعه، فسرعه منتظمه مالهاش عجله، السرعه المنتظمه مالهاش عجله. ليه يا مستر؟ قايل لك الحصه اللي فاتت، تروح اسمعها لو ما سمعتهاش. قايل لك ان احنا عندنا السرعه المنتظمه دي سرعه ثابته، فعجلتها لازم هتكون بصفر، عجلتها لازم هتكون بصفر. ارسمها رسم بياني ازاي؟ مش السرعه ثابته فاحط عين وزين والسرعه ثابته اهي ما بتتغيرش، السرعه ثابته ما بتتغيرش، فعين 2 هتبقى هي عين 1. يعني انا لو ماشي بسرعه 2 متر على الثانيه، انا كده كده سرعتي ثابته، فتفضل 2 متر على الثانيه طول ما انا شغال. في حاجه صعبه؟ لا. فانا كده خدت 3 رسمات اهم، عين وزين والخط ده، يبقى عجله منتظمه موجبه عماله تزيد اهي. طب عين وزين وخط نازل كده عماله تقل، عجله منتظمه سالبه. عين وزين وخط مستقيم بنفس المنظر ده يوازي محور السينات، يبقى ساعتها العجله بصفر. ليه؟ عشان ده جسم بيتحرك بسرعه منتظمه، وعين 2 ساعتها هتساوي عين 1. طب بقول لك ايه بقى، انا ما عملتش ده ولا عملت ده ولا عملت ده. قال لك انا حطيت هنا عجله وزمن، عجله وزمن، وحطيت لك ان العجله ثابته بنفس المنظر ده، العجله ثابته، يبقى انا ساعتها هنا بتحرك بعجله ايه؟ منتظمه. ساعتها هنا بتحرك بعجله ايه؟ منتظمه. فالشكل ده عشان الشكل ده تتلخبطوا فيه، الشكل ده انا هنا بتحرك بعجله منتظمه. يبقى بالله عليك ركز في الاشكال البيانيه. بعرف احلها ازاي يا مستر؟ ابص مين هنا ومين هنا، مين هنا ومين هنا، ركز هتبقى مظبوطه. يعني الشكل ده نفس الشكل ده، الفرق في ايه؟ فرق في حرف اهو.
هنا حط لك سرعه بس هنا حط لك عجله، بس هنا حط لك عجله، هنا يبقى هنا سرعه منتظمه، طب هنا عجله منتظمه. بس ده كده الشرح بتاع النهارده. تعال اما نكمل في الجزء اللي هو الاجمل في الحصه، هو جزء الاسئله، عشان تبقى متدرب على الاسئله بشكل كافي باذن الله. كده نكون يعتبر خلصنا جزء الشرح بتاع الدرس كامل بتاع الدرس الثاني، ماشي؟ لو ان ما سمعتش الشرح بتاع الحصه اللي فاتت تروح اسمعه الاول، على طول الشرح هتلاقيه جزء صغير في الوحده دي، اما طبعا الاسئله هو اللي جزء كبير. تعال ننضف السبوره دي بعد كده نكمل. يلا يا باشا تعال اما نكمل. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت لازم ماسك آلتك وبتشتغل معايا، ماسك آلتك بتحل معايا. تعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عرفنا كل اللي مطلوب مننا وخلاص. تعالى اما نقول بسم الله. تتحرك سياره من السكون، ركز معايا الكلام ده مترتب برضو على الحصه اللي فاتت. تتحرك سياره من السكون، يبقى عين واحد بكام؟ من السكون، يعني هي بادئه من عين واحد بصفر، عين واحد بصفر بادئه من نقطه السكون، لتصبح سرعتها بكام؟ ب 60 متر على الثانيه. السرعه النهائيه بكام؟ ب 60 متر على الثانيه، 60 متر على الثانيه. قال لك ماشي بعد مرور 5 ثواني، بعد مرور 5 ثواني يعني دلتا ز بتساوي 5، دلتا ز بتساوي 5. احسب العجله التي يتحرك بها الجسم واذكر نوعها. انا عايز احسب العجله، عايز احسب العجله. قال لك الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين، عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. عين 2 بكام؟ ب 60، وركز ما تلخبطش ما بين الاثنين دولت، ناقص العين 1 بكام؟ عين 1 بصفر، عين 1 بصفر. دلتا زين بكام؟ ب 5. حط يا باشا على آلتك، ما تحسبش بدماغك الجميله دي، 60 ناقص الصفر على الخمسه، 60 ناقص الصفر على الخمسه، في الاخر هتطلع لك فيها ال 12. اسيبها كده واسكت؟ لا، لازم تحط وحده العجله. هي وحده السرعه هنا بكام؟ متر على الثانيه، صح؟ يبقى تحط متر على الثانيه تربيع، تحط متر على الثانيه تربيع. اسيب المساله بيقول لك اذكر نوعها. باشا الرقم طالع لك موجب ولا سالب؟ الرقم طالع لي موجب، يبقى عجله منتظمه موجبه، يبقى دي كده عجله منتظمه يا باشا ايه؟ موجبه، عجله منتظمه موجبه. ليه الرقم طالع لي بالموجب؟ الرقم طالع لي بالموجب. طب بقول لك ايه، عايز تتاكد شغلك صح ولا لا؟ وبيقول لك ان السياره اتحركت من السكون، يعني من سرعه قليله، وبعد كده زادت سرعتها الى 60، يعني سرعه بتتزايد، صح ولا لا؟ سرعه بتتزايد، يبقى عجله منتظمه موجبه من غير ما تتاكد كمان من الرقم. هل حاجه زي كده صعبه؟ لا، جبت العجله عادي زي ما اتعلمنا الدرس الحصه اللي فاتت، بعد كده ذكرت نوعها اللي انا اتعلمته في الحصه دي. قال لك تعالى للسؤال رقم 2. تتحرك دراجه بسرعه 15 متر على الثانيه، بتتحرك دراجه بسرعه 15 متر على الثانيه، وعند استخدام الفرامل توقفت بعد مرور 3 ثواني. بص انا عندي ان هي كانت ماشيه بسرعه كام؟ 15، يعني عين الابتدائيه بكام؟ ب 15 متر على الثانيه. قال لك بعد كده عند استخدام الفرامل، ضغطت على الفرامل يعني وقفت، صح ولا لا؟ فسرعتها النهائيه بكام؟ كنت كاتبها لك المره اللي فاتت في الحته دي، سرعتها النهائيه ساعتها تكون بصفر، سرعتها النهائيه تكون بصفر، يبقى عين 2 بصفر، عين 2 بصفر. قال لك بعد مرور قد ايه؟ بعد مرور 3 ثواني، بعد مرور 3 ثواني، يبقى دلتا زين بتلاتة، دلتا زين بتلاتة. احسب العجلة التي تتحرك بها الدراجة مع ذكر نوعها. تعال لما نحسب العجلة، ان عندي الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، يعني عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. تعالى كده، قال لك عين 2 بكام؟ عين 2 بصفر، عين 2 بصفر، ناقص عين 1 بكام؟ عين 1 ب 15، ناقص على الدلتا زين اللي بكام؟ ب 3. حط الكلام ده على آلتك، بص كده، صفر ناقص ال 15، حط نفس المنظر بالظبط على ال 3، هتطلع لك بكام؟ طلعت لك بكام؟ بسالب 5. اوعى تشيل السالب، اوعى تنسى السالب، سالب اهو، سالب 5، سالب 5. اسيبها اسكت؟ لازم احط الوحده متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع. لو انت ملاحظ الرقم طالع لك بالسالب، يبقى دي عجله ايه؟ عجله منتظمه سالبه، عجله منتظمه سالبه. يبقى كده العجله منتظمه سالبه، عجله نكتب بخط رفيع بقى، عجله منتظمه سالبه، عجله منتظمه سالبه عشان المنطقه صغيره بس، عجله منتظمه سالبه. اوعى تنسى السالب، لو طلع لك رقم بالسالب حطه بالسالب. طب بقول لك ايه، انا عايز اتاكد شغلي صح زي ما اتاكدت هنا. بيقول لك ان هو كان ماشي بسرعه 15، بعد كده داس على الفرامل ووقف، يعني سرعته عماله تقل، يبقى هي فعلا عجله منتظمه سالبه. تعالى يلا اما نكمل. سياره تتحرك بسرعه كام؟ بسرعه 20 متر على الثانيه، استخدم السائق الفرامل فتناقصت، بص تناقصت
طالما لمحت كلمة تناقص اعرف ان هو ماشي بعجلة منتظمة سالبة، اعرف ان هو ماشي بعجلة منتظمة سالبة. لازم احط خط تحت المعطيات بتاعتي، مفاتيح السؤال، ركز. سرعتها تناقصت سرعتها بمعدل، يعني هو كده مديني عجلة طالما ذكر لي برده كلمة بمعدل. بمعدل كام؟ 2 متر على الثانية تربيع. تناقصت سرعتها بمعدل كام؟ 2 متر على الثانية تربيع. يبقى انا كده انا عندي لازم اطلع المعطيات بتاعتي. رقم واحد انا خدت ان احنا عندنا العجلة بكام؟ العجلة عندي في المسألة دي بكام؟ ب2. بس هل هتحطها ب2 وتمشي 2 متر على الثانية تربيع؟ المسألة كلها تطلع معاك غلط. في حاجة انت نسيتها، بيقول لك تناقصت صح؟ ويعني دي عجلة منتظمة سالبة صح ولا لا؟ يعني لازم قدامها سالب، دايما بتكون بالسالب اهو، حطيت السالب. طب مستر هو ليه ما تجيبليش بمعدل سالب 2؟ ما هو قال لك تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر على الثانية تربيع. احسب مقدار سرعتها بعد مرور، يعني هو عايز السرعة النهائية، بعد مرور يعني هو عايز السرعة النهائية، هو مش معاه السرعة النهائية، عايزها ماشي بعد مرور 12 ثانية. دلتا زين هنا ب 12، دلتا زين هنا ب 12. طب مستر اللي فوق دي سرعة ابتدائية ولا سرعة نهائية؟ هو عايز السرعة النهائية، يبقى دي سرعة ايه؟ سرعة ابتدائية، سرعة ابتدائية. يعني عين واحد بتساوي 80 متر على الثانية، عين واحد بتساوي 80 متر على الثانية. تعالى كده اما نعمل المثلث بتاعنا. قال لك المثلث بتاعنا عامل ازاي؟ احنا كنا قايلين ان الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين، الجيم بتساوي دلتا عين على دلتا زين. انا مين المجهول اللي معايا؟ السرعة صح؟ فاخد بالسرعة اللي هي دلتا عين. دلتا عين بكام؟ دلتا عين اهي بتساوي ايه؟ الجيم في دلتا زين، الجيم في دلتا زين. تعالى كده اما نحسب الجيم بتاعتي بكام؟ بسالب 2، سالب 2 في دلتا زين بكام؟ ب 12، سالب 2 في 12 بسالب 24، سالب 24. دي كده السرعه اللي هي بمتر على الثانيه، دي كده السرعه اللي هي بمتر على الثانيه. انا كده جبت دلتا عين كلها بكام؟ بسالب 24. طب تعالى بقى احنا عايزين نحسب دلتا عين كلها بكام؟ دلتا عين مين اللي جواها؟ عين 2 ناقص عين 1 صح ولا لا؟ عين 1 معايا بكام اصلا؟ ب 80. ركز معايا، عين 1 معايا بكام؟ ب 80. قال لك عين 2 ناقص ال 80 بتساوي سالب 24، بتساوي سالب 24. هتعمل طبعا ان انت تودي بعكس الاشاره وهكذا. ايه اللي هيحصل؟ هتودي دي بعكس الاشاره، فتكتب سالب اهي بنفس المنظر بالظبط، سالب 24 ماشي، زائد مش دي وديتها بعكس الاشاره، دي كده هتروح بموجب 80 بعكس الاشاره، زائد ال 80 زائد ال 80. شوف العين 2 هتطلع لك بكام؟ عين 2 في الاخر طلعت لك على الاله زي ما انت شايف ب 56، ب 56. اسيبها واسكت. 56 ايه؟ متر على الثانيه، 56 متر على الثانيه. لو انت ملاحظ ان احنا في نظام مسائلنا نديك اول مساله يعني هاديه شويه، واحده واحده بنطلع بالمستوى لحد ما نوصل لاخر مستوى اللي هو بتكون فيها يعتبر اكبر تفاصيل. فكده الحمد لله كم خلصت حصه النهارده. ركز في المسائل اللي بتبقى قدامك عشان دي يعتبر الافكار الاساسيه لمعظم المسائل اللي بتجيلك في قلب الواجب وتجيلك في قلب الامتحانات باذن الله. تعالى كده يلا اما نراجع السبوره بتاعتنا، وهي سبوره الجزء الاخير من الدرس الثاني التمثيل البياني للحركه في خط مستقيم. ركز كده معايا، احنا خدنا رقم واحد ان احنا اول حاجه عندنا حاجه اسمها عجله منتظمه. معنى كلمه عجله يعني تغير في السرعه، ومنتظمه يعني انا بغير بانتظام، بغير السرعه بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. قال لك عندنا منها نوعين، انا ممكن اغير اما بالزياده، قال لك ساعتها هتكون عجله منتظمه موجبه، قال لك اما بالنقصان ان انا اقلل في السرعه، ساعتها هتكون عجله منتظمه سالبه. العجله المنتظمه الموجبه دائما بتكون موجب، والعجله المنتظمه السالبه دايما بتكون سالب. والمنظر اللي قدامك ده ممكن يجي لك مقارنه عادي جدا، يقول لك قارن لي بين العجله المنتظمه الموجبه والعجله المنتظمه السالبه. قال لك عندنا ايه كمان؟ العجله المنتظمه الموجبه ده انا عمال ازود في السرعه، فسرعتي النهائيه اكبر من سرعتي الابتدائيه. العجله المنتظمه السالبه قال لك لا، ده بقى ده ايه اللي بيحصل؟ قال لك عجله منتظمه سالبه انت كنت ماشي سريع جدا وعمال تبطأ في السرعه، عمال تبطأ في السرعه، فعين واحد اللي هي سرعه ابتدائيه اكبر من السرعه النهائيه اللي هي عين 2، وده شكلها البياني ودي شكلها البياني. قال لك طب ماشي، الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه عجلته بتكون بكام؟ عجلته دايما بتكون بصفر، والسؤال ده بيتكرر في الامتحانات على طول، وده اللي جه يعتبر السنه اللي فاتت في كذا محافظه. قال لك دلوقتي لما بتحرك بسرعه منتظمه العجله بتكون بصفر. ليه؟ قال لك معنى كلمه عجله يعني تغير في السرعه، والسرعه المنتظمه ثابته ما بتتغيرش، ثابته ما بتتغيرش. وده منظر السرعه المنتظمه في التمثيل البياني. والتمثيل البياني قلنا اهم حاجه نبص من فوق ومن تحت، من فوق
ومن تحت. قال لك لما يحط لك فوق عجله وتحت زمن وقال لك خط كده بنفس المنظر ده، يعني دي اسمها عجله منتظمه، دي اسمها عجله منتظمه مش بتتغير بالعربي يعني. بعد كده خدنا المسائل بتاعتنا، والمسائل بتاعتنا سهله وبسيطه. ان احنا اول مساله خدناها يعتبر كان تعويض مباشر، طلع لنا الرقم بالموجب، ساعتها قلنا ان هي عجله منتظمه موجبه. تاني مساله برده تعويض مباشر، طلع لنا الرقم بالسالب، ساعتها قلنا عجله منتظمه سالبه. تالت مساله اللي كان فيها شغل شويه، وان هو كان طالب السرعه النهائيه، وكان مديك شويه حاجات ان انت ممكن تتلخبط فيهم، زي تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر على الثانيه تربيع. ساعتها هتقول ان العجله بكام؟ ب2؟ لا، هتقول ان هي بسالب 2 متر على الثانيه تربيع. كده الحمد لله اكون رجعت لك على سبورتك كامله. كده اكون خلصت لك الدرس الثاني من الوحده الاولى، كميه كبيره، درس اول وثاني، فاضل لك هو درس واحد، وهو درس بسيط اللي بيتكلم عن حاجه اسمها الكميات الفيزيائيه، وهو اسهل درس، اسهل من الاول والثاني، وعلى ما اعتقد برضه ان الاول والثاني معانا باذن الله ان هم سهلين وتعرف تحل فيهم اي سؤال. كده الحمد لله اكون خلصت لك حصتك النهارده. محتاج اي سؤال، اي استفسار، اي حاجه، ابعت لنا على الواتساب وجروب التليجرام، ويلا نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.